ميزانية عزومة أول يوم رمضان. 3 أفكار لعزومة أول يوم رمضان بالأسعار بتاعتهم. شوفي ايه اللي يناسبك واعمليه. من المتعارف عندنا كمصريين ان اول يوم رمضان بنكون معزومين عند مامتنا وتاني يوم عند حماتنا، فبعد غلاء الاسعار اللي احنا فيه ده الناس مش عارفه هتعزم اولادها على ايه. فانا عملت لكم كده ميزانيه بكام فكره كده الاكلات مختلفه، واقول لكم هتكلف كام وانت تختاري فيهم اللي يناسبك وتعمليه. اكتبوا لي بقى في الكومنتات اول يوم بتقضوه عند مامتكم ولا حماتكم. يلا بينا نسمي الله ونشوف الميزانيه مع بعض. اول اكله 3/4 المصريين بيعملوها اول يوم رمضان ايه هي؟ محشي وبشاميل وملوخيه. تعالوا بقى نفصصها كده مع بعض ونشوف هتكلفك كام بالظبط. هنبدا بالتقيل الاول. انت عشان تعملي صينيه بشاميل هتبقي عايزه نص كيلو لحمه مفرومه. لما تعملي المحشي والبشاميل هتبقي عايزه جنبيهم فراخ او لحمه، فانت معاكي 600 جنيه تجيبي بيهم مثلا 4 فرخات. الفرخيه تكون وسط كده شويه، تبقى الفرخيه حوالي كيلو ونص، كيلو 600 جرام، بحيث ان ال 600 جنيه دول يجيبوا لك الاربع فرخات. المكرونه البشاميل اعمليها كيلو ونص مكرونه على نص كيلو لحمه، زودي البصل والفلفل فيها شويه بيبقى طعمها حلو، حطي طماطم كمان بتخليها جوسي كده وطعمها حلو قوي. طبعا في عصاج وفي محشي يعني عايزين بصل كتير، فهتجيبي 2 كيلو بصل 30 جنيه. كيلو البصل الابيض ب 15 جنيه، يبقى ال 2 كيلو ب 30. وهتجيبي طماطم 4 كيلو طماطم ب 20 جنيه. وهتجيبي ملوخيه سواء ناشفه او خضراء على حسب اللي تلاقيها ب 20 جنيه. هتجيبي كرومبتين. احنا في رمضان مش ضامنين ان احنا نلاقي كرومب او نلاقيه بالاسعار الرخيصه بتاعت دلوقتي، فمن الافضل ان انت تجيبي لك كرومبتين حاليا كبار كده وتشيليهم في الفريزر. تحطي ميه في حله على النار وتحطي فيها كمون بس، ما تحطيش سكر، ما تحطيش ملح، ما تحطيش اي حاجه تاني، وتنزلي كرومبايه كده يا دوبك تبقى نص سلقه بس، ما تديهاش سوا كامل، لان لما تخش الفريزر التلج بيسويها. فانت اديها نص سلقه كده وبعدين طلعيها، قطعيها وشيليها في اكياس الفريزر، ولما تطلعيها حطيها في ميه دافيه كده، فككيه من بعضه وهيبقى زي الطازه بالظبط. ب 40 جنيه دلوقتي عشان تجيبي كرومبايه كبيره ب 20 جنيه. وهتجيبي فلفل ب 10 جنيه عشان لو هتعملي مثلا مع الكرنب ده فلفل ولا حاجه ب 10 جنيه. وهتجيبي خضره ب 10 جنيه. دي الطلبات اللي هتجيبيها من سوق الخضار. طيب هتجيبي ايه بقى من العطار؟ نص كيلو دقيق عشان المكرونه ولو غسلتي بيها الفراخ ولا حاجه ب 14 جنيه. الكرنبتين الكبار ياخدوا من 2 ل 3 كيلو رز، فانا هحسبهم لك 3 كيلو رز، ولو في زياده شويه هتحشي بيها الفلفل اللي احنا جايبينه. تمام كده؟ يبقى 3 كيلو رز ب 96 جنيه. وهتجيبي توابل ب 50 جنيه، ملح وفلفل اسود وكمون كزبره، يعني الحاجات دي هتجيلك بعشرات وب 20، يعني 5 جنيه ملح ب 10 جنيه فلفل اسود، 10 جنيه كزبره، 20 كمون. بقى معاكي 5 جنيه تاني ممكن تجيبي بيها مرقه دجاج ولا حاجه. تمام كده؟ طيب هتجيبي ايه كمان؟ هتجيبي زيت اللتر الا ربع 80 جنيه. الزيت طبعا عشان المقليات والمحاشي وكده، احنا في رمضان عموما حتى لو معاكي تموين هتضطري انك تشتري سمنه وتشتري زيت وتشتري كل الكلام ده كله. بتعملي حلويات، بتعملي عصاير، فهتحتاجي السمنه والسكر دول اكتر من اي حاجه تانية. هتجيبي نص كيلو سمنه ب 50 جنيه. وهتجيبي كيلو ونص مكرونه قلم عشان تعملي بيها البشاميل 45 جنيه. وهتجيبي من السوبر ماركت 2 كيلو لبن ب 60 جنيه. يبقى لو عملت لهم اول يوم محشي وبشاميل وملوخيه وفراخ هتكلفك 1295 جنيه، يعني 1300 جنيه. وطبعا هنحط هنا 50 جنيه للعصاير، على حسب بقى انت هتعملي عصاير ايه، تمر، كركديه، صوبيا. هتجيبي مثلا فاكهه فريش ولا حاجه تعمليها لهم عصاير. انت مش هتحتاجي انك تعملي حلويات ولا صواني ولا الكلام ده، لان اكيد وهم جايين هيجيبوا لك مثلا بلح الشام، الحلويات الشرقيه اللي بناكلها في رمضان دي اكيد هم هيجوا لك بيها، فمش محتاجه ان انت تقفي تعملي. تمام؟ وريحي نفسك كده شويه. يبقى كده العزومه دي هتكلف 1350 جنيه. تمام كده؟ يعني لو عملتي محشي وبشاميل وملوخيه وفراخ هيكلفك 1350 جنيه. تمام كده؟ طيب دي اول فكره معانا. تاني فكره هتكون ايه؟ هتكون عباره عن اسماك وسي فود. كيلو الجمبري دلوقتي من 220 ل 250 جنيه، فانت هتجيبي ب 500 جنيه جمبري. 2 كيلو ل 2 كيلو ونص جمبري ب 500 جنيه. الجمبري ده هتعمليه شوربه. لو عايزين اقول لكم طريقه حلوه جدا لشوربه الجمبري اكتبوا لي في الكومنتات وهقولها لكم على طول، بحيث ان انا ما اطولش عليكم الفيديو. حاليا انا بديكي الافكار دلوقتي، ولو عايزين اي وصفه من اللي بقول لكم عليها قولوا لي وانا هقول لكم عليها على طول. وهتجيبي 3 كيلو سمك بقى تقليه او تشويه على حسب، هتجيبي ب 500 جنيه. حاليا كيلو السمك بيتراوح ما بين 120 ل 150 جنيه، فانت بقى على حسب معاكي 500 جنيه شوفي هيجيبوا لك كام كيلو سمك، نوعي فيهم زي ما انت حابه. طيب هتجيبي ايه كمان؟ هتبقي عامله شوربه، وهتبقي عامله سمك مقلي او سمك مشوي، وهتحتاجي انك تعملي سمك صينيه كمان معاه، بحيث ان يبقى فيه كذا صنف كده على السفره بتاعتك. تمام؟ هتجيبي سمكيه كبيره اللي هو السمك البلاميطه ده، لو تعرفيه طعمه حلو جدا، بيكون اللحم بتاعه بني كده. ده بتجيبيه تقولي للراجل ينضفه لك ويفتحها لك كده، وانت بقى تعمليها بالخلطه في البيت، بس تغسليها كويس جدا تحت الميه الجاريه عشان ما يبقاش فيها اي زفاره. تمام كده؟ بتبقى طعمها حلو جدا. هتجيبي سمكيه كبيره تعمل لك صينيه كبيره ب 150 جنيه. هي ما بتتباعش بالكيلو، بتتباع بالسمكيه.
وهيكون فيه 300 جنيه خضار وعطاره. هنا هيكلفوني اكتر من 300 جنيه لان احنا جايبين في الخضار طلبات للمحشي، يعني جايبين كرنب وجايبين ملوخيه وجايبين بصل كتير وجايبين لبن عشان المكرونه البشاميل، فكل الحاجات دي احنا هنستغنى عنها، فالتكلفه هتكون 300 جنيه خضار وعطار. بس هتزودي توم وليمون لان الاسماك توم وليمون وكزبره والخضره اللي بقولك عليها دي وفلفل. تمام كده. ولو هتقلي السمك في البيت ممكن تحتاجي اكتر من نص كيلو دقيق، جيبي كيلو ولا حاجه. هتكلفك 1450 جنيه وهنحط معاها 50 جنيه تاني عصاير، يبقى هتكلفك 1500 جنيه. يبقى الفرق ما بينهم 150 جنيه. تمام كده. بس طبعا المجهود هنا هيكون اقل لان ده محشي وبشاميل ومواعين كتير وبتبقى الدنيا مبهدله خالص. تمام كده. طيب دي تاني فكره معانا. ايه هي بقى تالت فكره؟ هتكون تقطيع. طيب التقطيع دي بقى هتجيبي فيها ايه وهتكلفك كام؟ هتجيبي فردة طحال ب 150 جنيه، هتجيبي كيلو فشه ب 80 جنيه، هتجيبي نص كيلو كبده. انت طبعا ممكن تحطيهم على بعض، ولكن لو في من اولادك ما بيحبوهاش خلي كل حاجه لوحدها كده بس تكون في طبق واحد. يعني جيبي صينيه كبيره كده وحطي عليها خضره ورصي التقطيع كده عليها يبقى شكلها حلو، وحواليها اطباق سلطه وطحينه وعيش وهتبقى عزومه حلوه جدا. بس في ناس كتير بتختلف على انواع الاكلات اللي موجوده في التقطيع، فانت ما تحطيهمش كلهم على بعض، خلي كل حاجه لوحدها بس في صينيه واحده. تمام كده. هتجيبي نص كيلو كبده ب 200 جنيه، وهتجيبي نص كيلو كفته ب 170 جنيه، لحمه مفرومه يعني، وهتجيبي نص سجق ب 170 جنيه، وهتجيبي ممبار ب 150 جنيه، وهتجيبي ب 300 جنيه خضار والعطاره. هتجيبي نفس الحاجات اللي هتجيبيها للاسماك لان انت برضو هتشيلي طلبات المحشي بس، وهتجيبي باقي الحاجه. وكمان الممبار النص كيلو بياخد كيلو ونص رز، فانت لو هتجيبي كيلو يبقى هتجيبي 3 كيلو رز زي ما انا حاطه لك هنا. تمام كده. طيب يبقى العزومه دي هتكلفك كام؟ هتكلفك 1220 جنيه، وهنحط هنا 50 جنيه عصاير، يبقى هتكلفك 1270 جنيه. وهتجيبي طحينه برضو من ضمن ال 300 جنيه دول. طبعا شوفي انت بقى العيش بتاعك هتجيبيه من البطاقه او هتشتري عيش. لو هتشتري عيش من بره يبقى هتزودي 100 جنيه على الاسعار اللي هقول لك عليها دي لو انت معكيش بطاقه تموين. وبس كده. دول 3 افكار لعزومه اول يوم رمضان. انا حسبتها لك كده بالورقه والقلم وقلت لك طلباتك هتكون عباره عن ايه بحيث ان انت ما تفكريش كتير. انا هو قلت لك الافكار بالاسعار، انت شوفي ايه اللي يناسبك واعمليه. لو حابين افكار تانية لعزومات رمضان تكون جديده شويه للبنات بقى، دي عزومه الامهات بتكون الاكلات المصريه الاصيله. منشني لمامتك وحماتك في الفيديو ده. انت بقى كبنت عايزه تعزمي مامتك عايزه تعزمي حماتك، يبقى تعزميهم على اكلات جديده ومختلفه شويه تناسب العصر بقى بتاعنا احنا. وبس كده. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدتوا ما تنسوش لايك وشير ومنشن لمامتك او حماتك، وسبسكرايب لقناه مامي ريم وكارما على اليوتيوب، وفولو لو بتتابعيني على التيك توك او الفيسبوك. والسلام عليكم.